نحن بمقاييسنا الدنيوية إذا أردنا أن نقف بوجه سوريا وشعب سوريا وحق سوريا ومستقبل أمتنا، إلى أين؟ تعرفوا نحن بهاي الحالة وين بنصير؟ أنا لا أقول لكم بوضوح. افترض بأنه سوريا والله تأذت منا وصارت بنائها ترد علينا وقادرة، ما هي حدودنا، وفي ناس مؤيدين لسوريا أكثر منا في لبنان، يعني عددهم أكبر من عددنا وقوتهم معلش أقوى من قوتنا. نحن ماذا سوف نفعل؟ وين بدنا نتخبى؟ مين بده يحمينا؟ على طريقة القبائل والعشائر، مثل ما بيدور الكردي على مين يحميه والعلوي على مين يحميه. نحن بلبنان ساعتها مين بده يحمينا؟ تعرفوا شو رح يطلع معكم؟ رح يطلع معكم انه ما إلكم الا الاسرائيلي. شو بدنا نعمل؟ انتبه لوين بتوصل. اذا كان عندك غيرة وشرف كنت عم تنظر للمستقبل وكنت عم تخطط لمستقبل أمة، يجب أن تدرك أن هذه الأعمال وما تقودك إليه إيران سوف ترسلك إلى أن تصبح شو؟ في خدمة العدو الصهيوني حتى يحميك من أخوك المسلم اللي غلط معه ورحت على بلاده وقتلت له أطفاله وهدمت بلاده. فهمت؟ احذروا، يحرم عليكم طاعة إيران ومشاركتها في الحرب على أهلنا في سوريا. من يفعل ذلك في الآخرة هو عدو ومن أهل النار، وفي الدنيا هو خادم بالأخير لأعداء الأمة الصهاينة ومن يقف وراءهم. اللهم اشهد أني بلغت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.